الفيديو ده للشعر الجاف المقصف اللي في الجو الحر بيتحول لشعر الساحل. لو انتوا عارفين شعر الساحل عامل ازاي. سالتوني عن طريقه تصفيف الشعري وازاي وصلت النتيجه من دي لدي. ما غيرتش اي حاجه في المنتجات ولا غيرت الروتين، انا بس غيرت طريقه التصفيف. اول حاجه بعملها في الروتين هي حمام الزيت. انا وريتكم في الفيديوهات اللي فاتت ازاي بحطه على شعري كله من الجذور لحد الاطراف. هحطه كده وهسيبه على شعري لمده ساعه او ساعتين. بستخدم الهيتنج كاب ديت، تقدروا برضو تستخدموا ستيمر، فوطه سخنه، ولازم يتحط عليه شاور كاب او اي كيس عندكم في البيت. وانا اوريدي عامله حمام الزيت على شعري، ودلوقتي بقى اغسله وابدا الروتين. وانا وريتكم في الفيديوهات اللي فاتت ازاي بغسل شعري، فتقدروا تشوفوها في الفيديوهات ديت. فانا هسكيب الخطوه ديت وهعمل حمام الكريم على طول، بس هوريكم ازاي برضو بعمل حمام الكريم عشان يطلع معايا نتيجه كويسه. غسلت شعري خلاص بنوعين شامبو، واحد بسولفات وواحد من غير سولفات. ده من افضل انواع الشامبوهات اللي بسولفات، اللي ضد القشره، بيتخلص من كل القشره وبينضف شعري وما بيجففوش. وده طبعا من غير سولفات، غني عن التعريف، شيا مويستر. اي شامبو من شيا مويستر كويس جدا. انا استخدمت انواع كتير جدا، ما عنديش اي مشكله معاهم. فيعني اي شامبو من غير سولفات this is good. بس ده من افضل انواع الشامبوهات برضو اللي استخدمتها. كده شعري نضيف. ودلوقتي الخطوه الثانيه، قليل جدا ما بقيت استخدم البلسم. بستخدم البلسم في نص الاسبوع لما يجي وقت غسيل الشعر كده يبقى حاجه بسيطه، لكن معظم الوقت بقيت استخدم حمام الكريم وبركز اكتر مع حمام الكريم. عملت لكم الخطوه ديت في الفيديو قبل كده، بس هوريكم ان هو انا بستخدم حمام كريم، بخلط نوعين حمام كريم انا بحبهم. ممكن تستخدموا اي نوع حمام كريم انتوا بتحبوه. الخطوه المهمه بقى ان انتوا بتزودوا عليه زيوت. بزود عليه نقطه زيت سمسم كده، ونقطه صغيره من الكاستر اويل، نقطه صغيره عشان هو تخين قوي، تقيل قوي. ونفس الحكايه عشان مش كتير، نقطه زيت هوبا ونقطه زيت ارجان، كفايه قوي كده. وبعدين بقى ايه، افضل اقلبه لحد ما يبقى كونسيستنسي عامل زي الويب كريم. ولو عايزين برضو تقدروا تزودوا الفلاكسيد اويل برضو نقطه صغيره، وافضل اقلب فيه كده لحد ما يبقى ويب كريم. اهو كده بقى ويب كريم، شايفين اهو. شعري انا كنت حاطاه في فوطه مايكرو فايبر، فهو دلوقتي مندي بس مش مبلوله، هو ما بينقطش ميه. دلوقتي بقى ايه، افصله عن بعضه، اعمله بس كده ايه فور سكشنز، مش لازم يعني يبقوا زي بعض. واخد حبه كده، حبه حمام كريم، ومن اطراف الشعر لحد فوق، بس ما احطش على الجذور. صدقوني الجذور مش محتاجه، ولو فضلتوا تحطوا كريمات على الجذور شعركم هيقع. اوكي، فابعدوا دايما عن الجذور. لازم حمام الكريم يكون بيرطب الشعر جدا، دي خطوه مهمه. ويبقى متغرق في الشعر، ما يبقاش حاجه بسيطه. يعني بصوا كده هو بيطلع من الشعر. وانا بوزعه على الشعر بستخدم ايديا كده ان انا افصله عن بعضه كده اهو. احسن طريقه انكم تسلكوا الشعر بيها وما يتقطعش، ومش ما تستخدموش المشط دلوقتي خالص. لازم لما تسلكوا الشعر عن بعضه بايديكم بعد كده استخدموا مشط واسع، وهيطلع معاكم شعر كده. ده عادي جدا. انا ما سرحت شعري بقالي اسبوع، فاتس اوكي يعني ان هو يطلع شويه شعر كده يقع كده. شفتوا حمام كريم كتير، انا بغطس شعري في حمام الكريم. الخطوه دي مهمه. الجو في دبي حر جدا، رطوبه عاليه، حر بينشف الشعر جدا، فمحتاجه حاجه ترطب الشعر قوي. والطريقه اللي انا بعملها بالزيوت ديت والحمام الكريمات اللي انا بستخدمها بتدخل جوه الشعرايه وترطبها من جوه، مش بتبقى على الشعرايه من بره عامله طبقه كده ترطبها يوم وبعد كده الاقيها تاني يوم نشفت. وكمان ما تبقاش في ساعات حمامات الكريم بتسيب طبقه لزجه كده مزيته على الشعر، دول انا بكرههم. فلازم حمام الكريم يرطب الشعرايه من جوه، ما يسيبش طبقه لزجه، بس في نفس الوقت ما يسيبش الشعرايه باهته. في حمام كريم ايوه شكلهم حلو جميل واحطهم يبقوا كويسين جدا، وبعدين بعد ما اغسله الاقي شعري يعني بقى باهت ولا اكني حطيت عليه اي حاجه. كده حطيته على شعري، ثانيه واحده بقى اجيب المشط الواسع واسرحه. ما لاقيش المشط الواسع، مش عارفه راح فين، فهستخدم الفرشه ديت. انا بحبها عشان هي ناعمه جدا وما بتقطعش الشعر وبتسرحه كويس. طبعا حطيت الفوطه عشان مبهدلش الهدوم، عشان شعري يتغرق حمام كريم كده. اوكي، فهبدا من تحت كده. انا اوريدي سلكته بايديا فكده. الخطوه ديت مهمه برضه عشان بتوزع حمام الكريم على الشعر كله. فانا بسرح الشعر اهو من تحت، والفرشه ديت عشان مش جامده كده فما بتقطعش الشعر، ما بتجبروش ان هو يتفك من بعضه وتقطعه. شايفين برضو هنا حمام الكريم عامل ازاي. الروتين النهارده كله هنحط حاجات اكسترا على الشعر هيتغطس برودكت. اوكي، لو انتوا ما بتحبوش تغطسوا شعركم برودكت او شعركم خفيف
وفي البرودكت كتيره او تقيله بتبقى مضره ليه. فمش الفيديو ده مش ليكم خالص. الفيديو ده للشعر الجاف المقصف اللي في الجو الحر بيتحول لشعر الساحل. لو انتوا عارفين فعارفين شعر الساحل عامل ازاي، بينشف بسرعه جدا، بيهيش. الصيف والحر بيبهدلوه بطريقه بشعه. بعد يوم واحد من الروتين بعد ما يطلع عينكم فيه بتلاقوا شعركم بقى زي الزفت. الفيديو ده ليكم. هعمل كده، هعمل الكريم وهسيبه والشاور كاب. وصدقوني الخطوه ديت مهمه. تعملوا حمام زيت، هتعملوا حمام كريم، حطوا شاور كاب، وبعد كده بالفوطه بقى والهيتنج كاب او اي حاجه لفوا شعركم بيها وسيبوه كده تلت ساعه نص ساعه. trust me. بقسم شعري عادي، وطريقه التصفيف ديت بستخدم فيها نفس المنتجات اللي انا بستخدمها قبل كده، بس الفرق بس هي الكميه والطريقه. الطريقه ديت اهم حاجه فيها ان انا بستخدم ليف ان خفيف كتير. يعني قبل كده كنت بستخدم ليف ان تقيل زي بتاع شيا مويستر بودنج واحط منه حته صغيره. ده بقى العكس، خفيف خالص بس بستخدم منه كتير. يعني بغرق الشعر، بحطه على الشعريه بتغطس فيه كده تشربه، فيبقى كمان الشعر بيكون مندي شويه مش مبلول، ما بيخرج ميه. وانا بحط الليفن دايما. انا دايما بعمل لكم فيديوهات اللي لازم نبل الشعر الاول قبل ما نحط الليفن ونتاكد ان هو مبلول تماما قبل ما نحط عليه اي حاجه عشان يتسرح كويس وما يعيش. ده بقى الشعر بيكون مندي اكننا بنحط حمام كريم عليه. هو اوريدي الليفن ده بيبله لوحده. يعني بصوا شايفين الليفن عامل ازاي، يكون متغطس في الليفن. كميه الليفن وكميه الجل اللي هحطها عليه مش هتخلي فيه اي فوليوم. فدي طريقه التصفيف اللي ممكن تخلي فيه فوليوم شويه، ان بستخدم الفرشه بتاعه الفوليوم. ممكن تستخدموا فرشه ديفينيشن بس تعملوا خصل صغيره. اوكي، وببدا اعمله خصله خصله ماشي. طريقه التصفيف اللي هي لبره. اوكي، انا بحط الليفن لسه، الجل مش هحطه دلوقتي، الليفن بس اللي بحطه دلوقتي. اوكي، واعمله خصله خصله كده واسرحه لبره كده. طبعا التصفيف مش كده، ما بنسرحش كده، احنا هنسرح كده لبره. وهتعرفوا ان انتوا عاملينه صح لما تشوفوا ايه الشعر يكون لونه ابيض كده. ده يبقى حطيته كميه ليفن كفايه. وتكرروا نفس الطريقه مع باقي الشعر. ده لازم يكون لو انتوا هتحطوا الليفن بس وتصففوه وتحطوا الجل في الاخر لازم يكون شعركم كويس كيرلي كويس، ما تكونوش في الترانزيشن فيز. بس ممكن لو عايزين تستخدموا الليفن والجل وبعد كده طريقه التصفيف هوريكم في خصله تانية. يعني كده. يعني انا دلوقتي بحط على يعني انا دلوقتي حاطه الليفن بس، لكن ممكن مثلا في جزء من شعري احط الليفن واحط الليفن واجي حاطه الجل وبعد كده اصففه برده مش هيبقى فيه اي مشكله. لكن انا لقيت بالنسبه لي ان انا اعمله بالليفن الاول شعري كله وبعد كده بالبرينج هاند ميثود احط الجل. وكل ده مفيش اي سكرانشنج، ما بعملش اي سكرانشنج في شعري. شايفين الليفن على الفرشه بيكون عامل ازاي؟ ده لازم يكون المنظر. trust me, trust the process. اخلص باقي شعري وارجع لكم. خلاص قربت اخلص شعري، بس عايزه اوريكم ازاي بعمل الخصل تبقى عامله فوليوم على الرغم من كميه البرودكت اللي عليها ويكون قريب خالص كده. هاخد خصله صغيره، باخد خصل صغيره جدا كده وبعدين كده بتبقى ايه خصل صغيره خالص. اوكي كده. اوكي، ويبقى مظبوط لما الخصله كلها متغطسه في الليفن. كده ان انا بجيب الفرشه من عند الجدر والفها كده عشان تكون كل شعرايه محطوط فيها ليفن وتمنع الهشام. ديت هعمل جزء منها برضو بالفرشه والجزء التاني هعمله بايديا. الشعر هنا بقى ما يكونش مبلول، مع اني معايا الواتر باتل مش هبل الشعر على الرغم من كل مره اقول لكم لازم نبل الشعر عشان نتاكد مفيش هيشان. احنا بنبل الشعر بالليفن. انا عايزه الشعرايه تشرب الليفن. اوكي، لما الشعر يكون مبلول الشعرايه مش هتشربه كويس، فانا عايزاه تتغرق بالليفن. ديت لازم يتعمل لورا عشان يعمل فوليوم كويس كده. دول برضو عايزاهم لورا كده. ناقص بقى دول هعملهم بايدي.
اعمل فينجر كويل اي حاجه بقى اهو. هاخد خصله كده، هما اوريدي خصل رفيعه، انا مش عايزه افكهم من بعض، عايزاهم يفضلوا خصل رفيعه كده كده. بفكر اقص القصه الحقيقه، يعني بفكر مش عايزاها تبقى كلها هنا، بفكر اقص كام واحده كده واظبط، يعني اعمل فريمنج شويه كده. قولوا لي، عرفوني في الكومنتات لو انا قصيت القصه كده وبعدين عملتها كده وبقيت الشعر اللي هنا سبته زي ما هو كده، اعتقد هيكون كويس صح؟ let me know، يعني انتوا لو شجعتوني ممكن اقصه لوحدي واشوف واجرب في نفسي. يعني انا دايما بقص الاطراف شويه وبعمل تريمنج لشعري لوحدي، ما عنديش مشكله، لكن ما عملتلوش شيبنج قبل كده، ما قصيتش القصه جامد يعني كنت دايما اقص اللي هو الاطراف اللي هنا عشان لو حاجه مقصفه او حاجه، لكن عمري ما قصيت قصه قوي. اوكي شايفين ده بقى اهو كده، شايفين كل ده؟ دي بقى moment of truth. دي بقى الخطوه الثانيه وهي خطوه الجل، وديت هستخدم البرينج هاند ميثود ان انا اوزع الجل على شعري كله. الطريقه ديت للشعر الكيرلي السليم اللي ما فيهوش اي مشكله، الهيلثي كيرلي هير اللي الكيرل يعني عندها الشيب بتاعها ثابت. لو شعرك لسه في الترانزيشن فيز، الشيب بتاعه مش واضح او البرين هاند ميثود بتهيشه، فحطي ليفن وجل وبعد كده اعملي شعرك بالفرشه. لكن الجل ديت الخطوه ديت انا اكتشفت اللي هي لما احطها في الاخر بتبقى احسن لي. فهقلب شعري كله لقدام كده، قلبت شعري كله لقدام، خدي يعني بصوا قد ايه كده ماشي. praying hand method على شعري، انا مش شايفه، يا رب انتوا تكونوا شايفين. هحاول اوريكم طريقه، يعني كده نص شعري كل ده مفيش سكرانشنج خالص، وانا قاعده بزود في الجل على فكره، شايفين اهو، شايفين الشعر اهو بيلزق في بعضه ازاي. اتاكد ان الجل على الشعريه كلها. دلوقتي بقى شعري كله عليه جل ومفيش مره واحده عملت اي سكرانشنج. الخطوه بقى اللي بعديها، دلوقتي الخطوه اللي بعديها هعمل البلوبنج. انا ماسكه شعري كده عشان هحتاج شعري كله قدام ماشي كده. عملت بلوبنج لشعري بفوطه المايكرو فايبر، بالطريقه دي يشرب البرودكت زياده وفي نفس الوقت يعمل سكرانشنج شويه لشعري. لو عايزين تعرفوا عملت البلوبنج ده ازاي عرفوني في الكومنتات وانا هعملها لكم. هسيبه كده 10 دقايق على شعري قبل ما ابدا الخطوه الثانيه وهي التجفيف، ودي هتكون الخطوه اللي قبل الاخيره، فهسيبه كده 10 دقايق وارجع لكم. قربنا نخلص اي بروميس. خلاص كده انا عملت البلوبنج لشعري، المفروض الفوطه شربت كل الميه الزياده والبرودكت الزياده، شايفين المنظر ده المفروض كده شعرك جاهز للخطوه اللي بعديها واللي هو انشفه. بس قبل ما اعمل الخطوه دي محتاجه ده الهيت بروتكشن، بحب احط على الاطراف كده بس. ما عندكوش الهيت بروتكشن سبراي ممكن تستخدموا بكريم تحطوه بعد الليفن كريم. دلوقتي بقى عشان انشف شعري انا بستخدم الديفيوزر السيليكون عشان محتاجه مساحه كبيره كده، هتفهموا ليه في الخطوه اللي بعديها. اوكي هركبه على الهير دراير اللي هي بتبقى كده بتركب على السيليكون. اوكي شعري ما بنشفوش خالص بالطريقه ديت نهائي. الطريقه اللي هنشف بيها شعري بالديفيوزر دي اللي هي هتكون كده، هفضل منشفه شعري كده، هفضل مخليه على شعري بالطريقه ديت لحد ما ينشف. يعني بجيبه من فوق كده كده، بفضل كده على شعري لحد ما ينشف. عامله كده على شعري لحد ما ينشف تماما، ما اعملش اي سكرانشنج بيه. الديفيوزر بكون بعيد يعني المساحه ديت من شعري، وهو عشان كده بحتاج اللي هو الديفيوزر سيليكون او ديفيوزر كبير ياخد اكبر مساحه واشغله على شعري لحد ما ينشف. وبالطريقه ديت مش بس شعري هينشف بالشكله، كمان هيعمل جل كاست كويسه. عشان الناس اللي بتحط جل على شعرها كريم وجل وما بيعملش جل كاست، ممكن عشان بيعملوا له ديفيوزنج بالديفيوزر ويفضلوا يحركوه كتير فالجل كاست بتتفك وهو بينشف. لو انتوا ما بيعملش جل كاست وعايزين تعملوا جل كاست، حاولوا تنشفوه بالطريقه ديت، ما تعملوش سكرانشنج خالص، نشفوه كده. اوكي انا هنشف شعري كله وارجع لكم.
نشفت شعري وادي الجيل كاست اتعملت. انا بحب جدا لما الاقي الجيل كاست عامله زي الوايش ده، معناه ان انا نشفت شعري كويس جدا، وكمان شعري هيتحافظ عليه لاطول فتره ممكنه وبيديله لمعه حلوه قوي كده. اخر خطوه خلاص ان انا افك الجيل كاست ديت واعمل فوليوم في شعري. السيروم ده ان انا افك الجيل كاست. الجيل كاست ما يتفكش بايدينا كده عادي، لازم سيروم او زيت. خطوتين كده بس او 3. اوكي، وابدا على شعري من فوق لتحت، امشي عليه كده بالراحه. اوكي، ما حركش الشعر كتير، انا بس عايزه افك الجيل كاست، مش عايزاه يهيش ويبوظ مني في اخر خطوه. اهو اوريدي انا حاسه الجيل كاست تحت ايديا بتفك خلاص. الفرق اوريدي بدا يبان. اكرر نفس الطريقه ديت هنا. شايفين الفرق؟ اللمعه دي، الحلاوه دي. الجيل كاست بتتفك اهو. شايفين المنظر؟ بحب جدا لما اقعد اتهري طول اليوم واتعب في الروتين وبعد كده يطلع مظبوط وشعري يطلع سليم. اهو كده ادي الجيل كاست اتفكت. ناقص بس ان انا اعمل في شعري فوليوم. انا مش عايزه اعمل له فوليوم كبير عشان الجو حر، فهو اوريدي بيهيش، حر ورطوبه فهو بيهيش، فمش هعمل فوليوم كبيره فيه، هو بينفش لوحده. ادي شكل شعري بعد فكيت الجيل كاست وعملت له فوليوم. انا مش هعمل له فوليوم اكتر من كده عشان هو في خلال الايام الجايه هيعمل فوليوم لوحده، الجو حر ورطوبه فهينفش لوحده. فانتوا قولوا لي ايه رايكم في النتيجه. لو عندكم اي اسئله سيبوها لي في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم الفيديو جاي. باي.